السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين ويجعل ايامكم كلها سعادة وراحة بال. فيديو جديد هنعمل فيه الجبنة القريش الفلاحي لسحور رمضان، وهقولك على كل تفاصيلها علشان تطلع معاكي مظبوطة جدا. وكمان هعرفك ازاي تروبي اللبن في اقل وقت، وازاي تطلعي كمية قشطة حلوة قوي في اقل كمية لبن عندك. ومش بس كده، عايزة اعرفكم ان فيديو النهاردة موفر جدا نظرا لارتفاع الاسعار بتاعة الجبنة والقشطة والسمنة. يعني لو جايبة لبن ب50 جنيه هتطلعي منه منتجات ب100 جنيه او اكتر كمان. وطبعا كل شغلنا النهاردة هيكون على الميزانة علشان نعرف كمية اللبن اللي احنا هنستخدمها هتطلع معانا كمية جبنة وقشطة قد ايه، وهل هي فعلا موفرة ولا لأ. ونبدأ ونسمي الله ونرتب خطواتنا ونبدأ في فيديو النهاردة. بس يا ريت نتابع الفيديو للآخر، ولو الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ما ننساش اللايك للفيديو. أول حاجة هنحتاجها كمية من اللبن. كمية اللبن دي ممكن تكون كيلو أو 2 أو 3 حسب رغبتك. أنا مستخدمة النهاردة 5 كيلو من اللبن الجاموس. طيب يفضل اللبن اللي انت هتستخدميه يكون جاي من مكان موثوق فيه زي اللبان او حد يكون فلاح علشان ما يكونش عليه نسبة من المية. وهعرفك اثناء الفيديو واحنا شغالين ازاي تعرفي ان اللبن بتاعك مش مغشوش ولا عليه اي نسبة من المية. طيب ينفع نستبدل اللبن الجاموس بلبن بقري؟ ايوه طبعا تنفع، انا ياما عملتها باللبن البقري وكانت كويسة جدا، بس هنمشي على الخطوات بالظبط. طيب ينفع نعمل الجبنة باللبن المعلب؟ للأسف مش هتنفع، لازم اللبن يكون طازة وبخيره. كمان عايزة اعرفكم ان سعر كيلو اللبن ب16 جنيه، بس بيختلف السعر من مكان للتاني. بعد ما عرفنا ازاي نجيب اللبن وكمان سعره، نشوف بقى هنحضر اللبن ازاي علشان نروبه. اول حاجة بنصفي اللبن بشاشة علشان لو فيه اي شوائب، حتى لو كنتي متأكدة ان اللبن بتاعك نضيف، الخطوة دي بتكون زيادة تأكيد. بعد كده مش بنعمل في اللبن حاجة ولا بندفيه ولا بنغليه، غير ان احنا بناخده بس وبنحطه في الاطباق او الطواجن اللي هتعملي فيها. انا حاطه ال5 كيلو في طبق، وبعد كده بجيب مضرب يدوي او كهربائي واضربهم كويس جدا لغايه ما يطلع معايا الرغاوي اللي انتوا شايفينها دي. الرغاوي دي هتكون القشطه بعد كده. طيب ليه احنا بنعمل الخطوه دي؟ علشان لما بنجيب اللبن في اكياس او حتى في ازايز الرغوه دي بتروح مع اللبن، فعلشان نظهرها لازم ان احنا نضربها لمده دقيقتين 3 علشان نظهر الرغوه دي، علشان دي بتكون القشطه بعد كده. وشايفين الرغوة اللي على وش اللبن دي هتكون قشطة. ما شاء الله بجد حلوة قوي، ربنا يبارك لكل واحد في رزقه. ولو هتروبي اللبن في اطباق بلاستيك او حتى ازاز هتسيبي اللبن كده زي ما هو، بس هتغطيه. لكن انا هنقل اللبن ده في طواجن تانية. ولو هتستخدمي الطواجن دي زي ما انا هعمل، لازم ان انت تدفيها الاول. بنشغل الفرن يسخن كويس جدا، وبعد كده بنطفيه وبندخل فيه الطواجن تدفى كده معانا شوية، وبعد كده بنخرجها. انا مدفيه الطواجن حاجة بسيطة، حتى كمان ماسكاه بايدي. بعد كده هنبدأ ان احنا نصب فيه اللبن. وطبعا لما بندفي الطواجن بتساعد ان اللبن يدفى معانا ويروب معانا بسرعة. وعايزاكوا تاخدوا بالكوا وانا بصب اللبن بالكوبايه. شايفين اللبن معلم في الكوبايه ازاي؟ كده بنعرف ان اللبن بتاعنا مش مغشوش ولا عليه سقطة ميه. وعايزه اعرفكوا عن تجربه شخصيه ان اللبن او الجبنه بتاعه الطواجن بيكون ليها ريحه حلوه جدا، عكس خالص اللي البلاستيك او الازاز. بس طبعا ما يمنحش ان احنا نعمل فيهم. انا الاول كنت بعمل في اطباق بلاستيك، بس حسيت بالفرق بتاع الطعم والريحة لما استخدمت الطاجن ده، والسعر بتاعه مش غالي خالص، انا كنت شارياه ب12 جنيه. وطبعا الفلاحين ما بيشتغلوش الا في الطواجن دي، لان كمان اللبن من الحاجات اللي بتلقط اي ريحة بسرعة. وقبل ما تحط اللبن بتاعك في اي حاجة تأكد ان هي نظيفة ومعفيهاش اي ريحة. بعد ما فضيت اللبن في الطواجن ابدأ بقى اغطي كل طاجن من ده بغطا حلة. وبعدين بنجيب فوطة تكون تقيلة او اي غطا عندك يكون تقيل، وبنغطي بيه الطواجن كويس علشان يدفى معانا. وبتسيبي اللبن 12 ساعة بالظبط وبيكون راب معاكي. اهم حاجة تغطيه كويس وتدفيه. وطول ما اللبن بيروب ممنوع ان انت تحركي الطواجن علشان اللبن يطلع معاكي متماسك.
ويفضل ان اللبن يكون في مكان ما يكونش فيه اي ريحة علشان اللبن ما يلقطش. وكمان تحط اللبن بتاعك في مكان يكون دافي علشان يروب معاكي بسرعة. وبعد مرور 12 ساعة نسمي الله ونشوف اللبن. شايفين اللبن اصلا شكله باين ان هو متماسك، بس الاول كده هنختبره بمعلقة وبالراحة من الحروف ونشوف اللبن متماسك ولا لسه. شايفين اللبن ما شاء الله عليه متماسك والقشطة فاصلة عن اللبن. بس قبل ما نطلع القشطة هندخل الطواجن دي التلاجة لمدة ساعتين 3 علشان تكون متماسكة اكتر. وكمان لما نيجي نفصل القشطة عن اللبن تطلع القشطة معانا صادقة ما يكونش فيها حاجة من اللبن. هناخد الطواجن وندخلها التلاجة وبعد كده نشوفها. بعد ما خرجت الطواجن من التلاجة نبدأ بقى نفصل القشطة عن الجبنة. شايفين القشطة طالعة معانا بكل سهولة ازاي، والقشطة متماسكة كويس جدا. بجد دي احلى قشطة تاكلوها في حياتكم، ولا تقولولي نوع كذا ولا علبة كذا. هي القشطة الفلاحة وبس، طعمها بجد من الاخر، واللي مجربها عارف طبعا طعمها عامل ازاي. شايفين هي قد ايه كريمية وناعمة، والتماسك بتاعها عامل ازاي، ما شاء الله عليها بجد حلوة قوي. وطبعا كل ما كان اللبن كامل الدسم بيطلع معاك القشطة تقيلة زي ما انتوا شايفينها كده. ودلوقتي هنوزنها ونشوف وزنها قد ايه. طيب في حاجة عايزة اقولكوا عليها قبل ما نعدي الخطوة دي. لو فتحتي على اللبن ولقيتيه ان هو لسه مربش معاكي او مش متماسك معاكي قوي، هتغطيه وتسيبيه لغاية ما يكون متماسك معاكي كويس جدا. طبعا ده بيرجع للمكان والتدفئة بتاعته. عايزة اوريكم الجبنة من تحت عاملة ازاي، ما شاء الله عليها كريمية وناعمة جدا. وعايزة اعرفك ان انت كده معاكي احلى لبن رايب، يعني الناس اللي بتحب تعمل اللبن الرايب وتاكله اعمليه بالطريقة دي، هيطلع معاكي متماسك وكريمي وطعمه حلو جدا. وكمان اللبن ده يمشي معاكي زبادي طبيعي 100%. يعني بعد ما تروبي اللبن تقدري تستخدميه كزبادي او جبنة او لبن رايب، هيطلع حلو جدا معاكي. نشوف بقى ازاي نصنع الجبنة. لصنع الجبنة عندك 3 خطوات هقولك على ال3 واللي تناسبك اشتغلي بيها. اول طريقة ان انت ممكن تاخدي الجبنة على كده وتفضيها في الحصيرة وهتطلع كويسة جدا معاكي. تاني طريقة ان انت بتسخني لكل كيلو من اللبن كوباية من المية، وبعد ما بتسخن كويس معاكي بتنزلي المية دي على الجبنة وبتسيبيها لمدة 5 دقايق علشان تدفى كويس معاكي. وبعدين بتنزلي الجبنة في قلب الحصيرة. والطريقة دي انا جربتها قبل كده في صنع الجبنة وكانت كويسة جدا معايا، بس المرة دي عملتها بطريقة مختلفة وهقول لكم ليه. بعد ما شلت القشطة من على الطواجن بتشغلي الفرن بتاعك يسخن كويس جدا. اي فرن عندك ينفع ان انت تستخدميه، انا مستخدمة النهاردة فرن البوتاجاز. يسخن كويس جدا، بعدين بنطفيه وبندخل فيه الطواجن بتاعة الجبنة. بنسيبها لمدة 10 دقايق تاخد بس الحرارة بتاعة الفرن علشان تدفي معانا اللبن. وما تقعديش الجبنة في قلب الفرن كتير علشان الجبنة ما تنشفش معاكي، وكمان ما يكونش فيها حتت من الكتل. وطبعا الطريقة دي طريقة الفلاحين اللي بيعملوا بيها الجبنة. وكمان لما بتعملي الجبنة في قلب الفرن بتقعد معاكي اسبوع في التلاجة او اكتر من غير ما تغير طعمها ولا ريحتها. وطبعا لو هتخزني جبنة في قلب المش فلازم ان انت تكوني عاملاها في قلب الفرن، لان التكة بتاعة الفرن دي بتحافظ على الجبنة. نوزن بقى القشطة بتاعتنا عقبال ما نخرج الطواجن من الفرن. بنحط الاول طبق وبعدين بنصفر الميزان. معلش ان الميزانة اللون بتاعها مش واضح لكم قوي، بس وزن القشطة 468 جرام، يعني نص كيلو، اللي حاجات بسيطة جدا. اللهم بارك، من 5 كيلو لبن طلعنا نص كيلو من القشطة. عارفين تمن القشطة دلوقتي كام؟ بس كمان كمية القشطة دي بترجع لدسامة اللبن اللي انت مستخدماه. نجهز بقى الحصيرة علشان ننزل فيها الجبنة. والحصيرة دي هنحط تحت منها صاج علشان الشرش اللي هينزل منها. وبعد ما اللبن دفي معانا هنطلعه من الفرن وننزله في قلب الحصيرة. طيب لو ما عندكيش حصيرة هتجيبي مصفى وتحطي في قلبها شال وتنزلي فيها الجبنة وتقفلي الشال كويس وتسيبيه في قلب المصفى لغاية ما ينزل الشرش اللي فيه.
هنا بقى نزلت اول طاجن في قلب الحصيرة، وهنزل الطاجن التاني. وكمان لو خدتوا بالكوا هتلاقوا هنا الجبنة مش بتنزل شرش كتير، كده نعرف ان اللبن بتاعنا مش مغشوش واللبن بتاعنا كويس جدا. نبدأ بقى كده نساوي الجبنة في قلب الحصيرة ونقفلها كده علشان ننزل منها الشرش، وبالمعلقة كده ونلم الحروف والجناب علشان لما نيجي نقطع قطعة الجبنة تكون كبيرة ومتساوية معانا. ونساوي كده الجبنة في قلب الحصيرة كويس، ونحاول ان احنا نتك عليها علشان ننزل منها الشرش. وبعد كده هنضيف عليها نص معلقة صغيرة من الملح علشان تنزل الشرش بتاعها. وبنقلب الملح مع الجبنة كويس، وبناخد الحصيرة دي وبنعلقها على اي مسمار عندك او على حنفية المطبخ، وبنسيبها 12 ساعة لغاية ما تصفي الشرش بتاعها وتكون تماسكت معانا كويس. يعني لو معلقاها بالليل هتفتحي عليها الصبح، ولو معلقاها الصبح هتفتحي عليها بالليل. وانتي بتعلقي الحصيرة حاولي ان انتي تخليها متساوية زي ما انتوا شايفين كده. انا معلقة الحصيرة على مسمار لقيتها مميلة من الجنب فسندتها بمعلقة، وبتحطي تحت منها فوطة علشان الشرش اللي بينزل منها ما يبهدلش عندك الدنيا. نفتح بقى على الحصيرة بتاعتنا بعد مرور 12 ساعة. شايفين بقى الجمال؟ اللهم بارك، حلوة جدا. بنبدأ بقى نقطع الجبنة، بتقطعيها كبير او صغير زي ما انت عايزة، او ممكن تمشي على الخطوط اللي موجودة في قلب الحصيرة دي. وشايفين قطعة الجبنة متماسكة وحجمها كويس جدا. ولو حابة تحتفظي بالجبنة دي في التلاجة اسبوعين 3 من غير ما تغير طعمها ولا ريحتها، هتجيبي لتر من المية وترفعيه على النار وتسيبيه لغاية ما يغلي كويس جدا، وبعد كده تسيبيه لما يبرد تماما، وتزوديه معلقة ونص كبار من الملح، وتقلبي الملح مع المية كويس، وبعدين تفضيهم في علبة وتنزلي في قلب العلبة دي الجبنة. هتقعد معاكي فترة طويلة جدا من غير ما تغير طعمها ولا ريحتها. شايفين بقى الجبنة متماسكة كريمية ناعمة حلوة جدا، لازم ان انتوا تجربوها. ناخد بقى الجبنة ونبدأ ان احنا نوزنها ونشوف هي قد ايه. وطبعا الميزانة مصفرينها في الاول. واحنا بنوزن الجبنة كده هقولك لو انتي حابة تشيلي الجبنة دي في قلب المش تعمليها ازاي. بتغلفي الجبنة دي بالملح كويس جدا، وبعدين بتحطيها في مصفى، وتحت المصفى طبق علشان تنزل الشرش بتاعها. وطبعا بتعملي خطوة الملح دي لمدة كده يومين 3 لغاية ما الجبنة تنزل الشرش اللي فيها، وتيجي تمسكي الجبنة تلاقي كده قطعة الجبنة متماسكة شوية وناشفة كده شوية، بس ما تكونش ناشفة قوي ومحجرة في ايدك. وزن الجبنة بقى كيلو 158 جرام، يعني كيلو تمن. 8 كيلو الجبنة دلوقتي 40 جنيه. يبقى احنا كده عملنا من ال5 كيلو لبن، كيلو تمن من الجبنة، نص كيلو من القشطة، غير كمان طلعنا كيلو او اكتر من الكيلو من الشرش بتاع اللبن نستخدمه في معجنات كتير جدا. يبقى احنا كده جبنا لبن ب80 جنيه، طلعنا منهم كيلو تمن من الجبنة، سعر كيلو الجبنة 40 جنيه، وطلعنا كمان نص كيلو من القشطة، سعر كيلو القشطة 170 جنيه، يبقى النص كيلو عامل 85 جنيه. يبقى كده سعر الجبنة والقشطة 125 جنيه، وانا جبت لبن ب80 جنيه، يبقى احنا كده وفرنا 45 جنيه. وطبعا غير ان احنا وفرنا فلوس كفاية ان انتي هتكوني عاملاها في البيت وضامنة نظافتها والجودة بتاعتها. اما عن القشطة ممكن تاكليها كده بالهنا والشفا، او ممكن تعملي بيها الفطير المشلتت، لكن انا في الحقيقة هشيلها في الفريزر عقبال ما اعمل كمية تانية منها علشان استخرج منها الزبدة الفلاحي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اسفة لو كان الفيديو طويل شوية، بس حبيت اكون ملمة بالوصفة كاملة علشان لما تيجوا تجربوا الوصفة تطلع معاكم ناجحة جدا. واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، وياريت لو الفيديو عجبكم ما ننساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم اشعارات بكل وصفاتي الجديدة.